تتذكر نحن كمشاهد لا ملاعب زي الناس فعلا، لا نقل تلفزيوني زي الناس، لا لاعبين مرتاحين. احمد انا ايد عمار كل ما قال، اما افريقيا من افضل بطوله. انا عموما اضمن لكم ان شاء الله دام انها بتصير في المغرب باذن الله تكون بطوله ناجحه. لا مؤكد، فنادق مؤكد، تحتيه تنظيميا ما في عليها نقاش، الملاعب ممتازه، مؤكد. لكن يبقى السؤال المستوى الفني، كيف راح يطلع المستوى الفني؟ لا المستوى الفني عالي، المستوى الفني دي مع فاصل ونتواصل وياك. أقوم. حسام انت ما هو رايك؟ ما رايك؟ رأيي ما يتعلق عن الشان أظن أن لها فوائد كثيرة. أولا الهدف أن المنتخبات الإفريقية الذين يشاركون في الكأس الأمم الإفريقية أو الكأس العالم يشاركون مع اللاعبين الذين يلعبون خارج معظمه يغلبون خارج قارة إفريقيا. طبعا ذلك الكاف يظن أن إذا نظم هذه البطولة سيكون فرصة للاعبين المحليين، وهكذا كما نرى أن مثلا منتخب جزر القمر في بطولة في الشان كثير من اللاعبين الذين شاركوا في هذه البطولة المحلي وجدت خبرا كبيرة، حتى شاركوا في المنتخب الأولى في كأس الأمم الإفريقية في كاميرون. مثلا إبراهيم يوسف الذي كان من يستعيد الهدف الأول لمنتخب جزر القمر في الكأس الأمم الإفريقية، هو الذي جاء من منتخب المحلي وآخرين. أظن أن هذه البطولة لها فوائد كثيرة، لكن ما يتعلق عن كأس العرب أظن أن أولا المسؤولين في هذه البطولة، مثلا رئيس الاتحادات في الدول العربية لابد أن يجتهد حتى نقوم هذه البطولة في تاريخ فيفا. أولا أن كل منتخبات سوف يلعبون مع منتخب الأولى أيضا. ثانيا أن سيكون فرصة أيضا مثلا أن كثير من الذين يحبون أن يشاركوا مثلا من أوروبا أو أمريكا سوف يهاجروا إلى الدول الذين تقام هذه البطولة، وسيكون أيضا فرصة للجماهير. وأيضا أظن أن أولا لابد أن نبحث عن حل حتى تقام هذه البطولة في وقت تاريخ الفيفا أولا. ثالثا أظن أن 4 سنوات كثيرة جدا. نعم، منذ 3 سنوات أو بعد 2 سيكون أفضل. طيب جمال مبارك شو بتقول؟ مجاسم، انا اقول ان شوف هذه البطولات المحليين في بعض الفرق اللي هي يعني تعتبر كبار افريقيا، يقول الجزائر، تونس، المغرب، مصر، خالد، هذه البطولات المحليين ممكن ما يستفيدون منها ولا مرتاحين من هذه البطوله، لانه يقول لك هذه البطوله صغيره علينا. فاللي يرتاح من هذه البطوله خالد الفرق اللي هم اصغر منهم، ما نقول اصغر منهم، نقول كمستوى اقل منهم، جزر القمر، الفرق الباجه، تنزانيا، هذه الفرق تستفيد. فهي يقول لك انا العب واحتكاك مع الفرق الكبيره، شلون صارت عندنا في اسيا بالسابق، تذكرونها كانت بطوله تايجر في اسيا، نيبال، مكاو يلعبونها، كان بالسابق يلعبونها. فهذه البطوله مو مهمه كانت لنا بالنسبه لنا احنا الفرق كبار اسيا، كنا نتضايق اذا شفنا فريق يشارك فيها. فبالنسبه حق الفرق كبار افريقيا هذه ما استفيد منها، شنو فائدتها؟ ذيك بطوله اتحادات، بطوله الاتحاد الاسيوي. لا يعني مثلا اتحاد غرب اسيا عنده بطوله، اتحاد جنوب اسيا عنده بطوله. لا نشأت هاي التايجر اللي تقول التايجر ايه زين نشأت. ففي فرق كان ليش انزل مستوى انزل تحت؟ فرق كبيره انا اشارك على كاس العالم، ليش انزل تحت؟ اعمل لهم بطوله خاصه. في فرق اللي تحت تنزانيا والجزر القمر، هذول الفرق تعمل لهم بطوله خاصه لحالهم. يقول لك بلعب بستفيد. هو شو يقول لك؟ في بطولات في غرب افريقيا بيلعبوها مع بعض، بطوله خاصه وريح مع بعض. زين وتروح حق البطوله، تروح الحين حق البطوله الاساسيه اللي هي حق شنو كاس افريقيا، بطوله اساسيه
اخر سنتين ابو محمد شوف البطوله، لا جمهور، لا ملاعب، لا نغل، مشاكل في كره القدم. توقفت المباراه نهائي ولا قبل نهائي توقفت نص ساعه، ما في تنظيم. مش معاك يعني مو كاس افريقيا اللي قبل احنا كان متابع ودك تشوفه، الحين كاس افريقيا نزل. انا هني ويا عمار لما يقول لك عمار الاتحاد الافريقي ما قاعد يشتغل صح، كل ماله يقول لك قاعد بس يزيد $20,000. لا انا قبل كاس افريقيا متابع للكل، متابع للكل. لعبنا حتى كاس، كنا نحفظ اسامي اللاعبين كلهم. يا جمال لعبنا حتى كاس افريقيا في الجابون. لو تشوف يعني حتى السكن والله يحشم، ولا تشوف السكن، والله تشوف السكن يعني مسوينك، يعني يجيك على قبل 5 شهور يسوي لك يعني كيما الكامباوند في افريقيا. كي الكامباوند يعني لا فندق لا شيء، تلقى واحد فندق هنا ومسافه يعني تنجم تمشي 600 كيلو 500 كيلو بالحافله فعلا. يعني هذا الكل من الاتحاد الافريقي. من المسؤول؟ صح. شكون منظم اللعبه؟ غير اني باش نجي شكون باش نجي؟ اني باش نجي المنظم اللعبه، نجي اني كيفاش فما واللاعبين اللي يسمعوا في كاس افريقيا في الجابون كانوا شاهدين يعني فعلا. على المكان اللي كنا سكننا فيه. بعدين عمار الدورات الاخيره في كاس افريقيا انت ما بقتش عارف هيقول لك هتتلعب في يناير ولا هتتلعب في 6. أيوة. يعني انت مش عارف انت وحظك هتتلعب فين. تتلعب في يناير هتضطر تجيب اللعيبه الافارقه بتوعك المحترفين اللي هم بيمثلوا عنصر اساسي جدا في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الفرنسي، والانديه ديت ابتدت تشتكي، تضغط عليهم وبتضغط على الاتحاد الافريقي. لا اعملوا لنا الكلام دوت بعد الموسم. طب عملتها بعد الموسم، هتخلص موسم طويل وتيجي تعمله في شهر 6، اللعيبه هتيجي منهكه وتعبانه ومش قادره، ويقول لك البطوله هيبقى مستواها ضعيف. هتقول لي طب ما بطوله اوروبا بتتعمل في الصيف بعد موسم طويل. اقول لك بس بطوله اوروبا بتتلعب كل 4 سنين، انما احنا شغالين كل سنتين تخلص وتصفي وتخش على البطوله اللي بعدها، تخلص وتصفي تخش على البطوله اللي بعدها. يحبوا يطلعوا منك الفلوس باي طريقه، لو حتى كانت على حساب اللاعبين. انا ديما كنت يعني ضد، الحمد لله جاتني اليوم الفرصه، ضد الاتحاد الافريقي، ضد الخدمه اللي يخدم فيها الاتحاد الافريقي. خاطر اني كي نشوف يعني الامور الفنيه ماشيين ونوخر، ماشي البطوله نتاعنا نتاع كاس افريقيا ماشيه وتقدم، حتى من ناحيه الاموال. ما تجيني تعطيني 7 مليون دولار، ايش معنى تمد لي 7 مليون دولار؟ علاش ما تمدش 30 وتمد 20؟ ياك تطلع في الاموال انت، ياك تطلع في من المستشفى، انت تطلع في الاموال، ومن التنظيم تطلع في الاموال. ايش معنى تجي تمد 7؟ يعني فما حاجات ما الاتحاد الافريقي ولا جانا رئيس الاتحاد الافريقي عنده مخه شغال. بس انا مع حتى الملاعب، كل شيء ممكن في المغرب الملاعب باش تكون عمار الافضل، وفي البلدان العربيه تكون ديما الملاعب في افريقيا. عمار انت عندك مشكله شخصيه مع رئيس الاتحاد الافريقي؟ والله لاني مش سهري هو ولا عندي معه مشكله. يا اخوي بس دقيقه انك انت رايح وجاي على رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد، مع احترامي لك. لا بس كلام واقع. بس نشهد، خلني ارد لو سمحت. عمار، من اللي يختار رئيس الاتحاد الافريقي؟ الاتحاد التونسي، الاتحاد الجزائري، الاتحاد المصري، الاتحاد المغربي، جزر القمر. اسمح لي انا بوصل لك فكره. اذا الاتحادات في افريقيا هم اللي يتحملون فعليا من هو رئيس الاتحاد الافريقي. احنا كنا نعاني وحياتنا الكل بنفس المنظومه، بنفسها. اتحاد يعني في بلاد ولا الاتحاد الافريقي ديما نجيو نختاروا الاسوأ دائما نختاروا الاسوأ، ونسال ايوه هاو سيد علي بالشيخ وهاو بركات فما تطور في الكره يعني في البطوله الافريقيه، فما تطور. جمال مبارك من ناحيه جمال مبارك من شوي يقول لك اذا ما خاب ظني ان كاس افريقيا ضعيفه فنيا وضعيفه ماديا، ولكن ضعيفه ماديا. فنيا ممكن السنوات الاخيره فنيا يطلع شويه. فنيا يكونوا موجودين، يكون باين لما يجيوا اللاعبين وتصير مقابله مثلا تونس مصر السنغال كاميرون نيجيريا، فنيا اوكي، ولكن